ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكوكيز اللي انتوا شايفينه ده. كوكيز اصلي هنعمله بثلاث مكونات، تحفة جدا، سهل سريع هيخلص في ثواني. هنعمله بمكوناته الاصلية وهيطلع كوكيز خرافي. يلا بقى تعالوا معايا شوفوا المكونات. معانا هنا اول حاجة معانا كوباية ونص من الدقيق وعليهم رشة من الملح، بيضاية واحدة، نص كوباية من السكر العادي، ممكن تحطوا سكر بني، نص كوباية من الزبدة، دي نص كوباية بس هي عاملاها عالية شوية. معانا فانيليا وبيكنج باودر، هناخد معلقة صغيرة، وكيس الفانيليا هناخده كله. هنبدأ بقى نشتغل في أول حاجة. بصوا، الأفضل يعني في الحتة الأولانية دي يكون عندكم مضرب كهربائي. طبعا أنا هنا ما عنديش كان مضرب كهربائي، فأنا استعملت يدوي، يعني هتشوفوا الدنيا دلوقتي هتمشي ازاي. ايوه كده، هنجيب معلقه ننزل بيها بقى كميه الزبده دي اللي هي نص كوبايه. عايزه اقول لكم الكوكيز اللي انتوا شفتوه ده بيبقى هو شكله منعكش كده ومفركش وحالته حاله، مش بيبقى ليه شكل معين، ماشي؟ ده الاصلي. لكن بتاع الافران هو اللي بيبقى، اللي هو طبعا عك واي كلام ده، بيبقى دايره ومظبوط وتمام التمام، اللي احنا عملناه برضو قبل كده. يعني نقول الحقيقه، نقول الحقيقه. هننزل بقى كمية الزبدة كده في البولة بتاعتنا، ونحاول بس ايوه كده، يعني نسيحها كده وتلزق كده في الويسك بتاعنا عادي خلاص، مفيش اياتها مشكلة. واحنا بنعك كده في الزبدة وحايسين، نحط اللايكات ونعملوا الشراط. ولو احنا اول مرة نشوف القناة تحط صباعكم حالا بالا على كلمة اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمة الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس المشتركين اوعوا تنسوا ايه؟ لايكات والشيرات طبعا طبعا يا ولاد. اي أيوة والله. بصوا بقى الحوسه بقى اللي انا فيها، عارفين بقى لو ما عندي كان معايا مضرب كهربائي بقى كان في ثانيه، بس انا ما كانش عندي دلوقتي في الوقت ده مضرب كهربائي. هنضطر بقى ان احنا ايه، نعمل بالطرق البدائيه ونهرس كده الدقيق، قصدي الزبده مع السكر. حابين تحطوا زي ما قلت لكم سكر بني، مفيش اي مشكله، ولكن احنا بنعمل الحاجة المتوفرة عند الناس كلها، لان السكر البني ده مش عند اي حد، فعشان كده بنعمل بالحاجات المتوفرة في اي بيت. بصوا بقى، كوباية ونص من الدقيق دول هيعملوا كمية معتبرة، هقول لكم دلوقتي كام. استنى. ظبطنا كده بقى، بصوا هرسناها كده وعجناها، حاول بس ايه عشان ما تبقاش السكر عامل ايه تكتلات. اوكي، هناخد بقى البيضايه المفسفسه دي ونحط عليها طبعا بيض، يعني فانيليا، نحط عليها كيس من الفانيليا، ونحط اللايك واحنا بنعمل ايه، نحط الفانيليا. دوقوا بقى الكوكيز الخطير ده، مش قادره اقول لكم، بوظ لي الدنيا، شغال عليه الله ينور. هم اساسا حبه صغيرين مش كتير قوي يعني، وانا شغاله. انا بحب اصلا الكوكيز ده يا ولادي، الاصلي ده بيبقى فيه ندغه كده خرافيه، تندغوا كده وانتوا بتاكلوه. يا سلام يا سلام يا سلام. هناخد بقى دلوقتي بقى المضرب الكهربائي اللي هو كده وكده، يعني مش بجد، المضرب الويسك اللي هو باليدوي ده، وندي بقى دول ايه خبطتين تلاتة كده لغاية ما ايه، التقطيعة اللي انتوا شايفينها دي هتبقى خلاص قطعة واحدة. بصوا استنوا، بصوا هنديها كده الضربة المتينة، هتلاقوها ايه بقى، بصوا. يلا بقى، شايفين ازاي؟ طبعا لو معانا طبعا زي ما انا قلت لكم مضرب كهربائي هيبقى تمام التمام، بس احنا مش هنضرب بيه كتير، بس يعني لمنا الليلة دي، ماشي؟ حطوا اللايكات واعملوا الشروط اشتركوا شيروا بقى، شيروا يا ولاد، شيروا الفيديوهات دي بقى، اعملوا مشاركة، يا اما اعملوا شير لو انتوا بالانجليزي. جهل وحش يا ولاد. يلا المهم بقى ايه، خلصنا كده. هناخد بقى معلقة صغيرة من البيكنج باودر نحطها على الدقيق، وهو كوباية ونص مؤقتا، لان احنا هنزود تاني، لان كل واحد كل مرة لازم اقول حسب نوع الدقيق بتاعه. في نوع بيتشرب السوائل، وفي نوع مش بيتشرب السوائل، وفي نوع متظبط، يعني ايه كل واحد حسب نوع الدقيق بتاعه.
ماشي. الدقيق ده بتاع الاكياس، مش سايب او مش بالوزن، لا ده اكياس يعني. لو عندكم بالوزن عادي مفيش اي مشكلة، بس تكونوا مجربينه ان هو كويس وتمام. ماشي. اهو. ظبط بقى كده، تفك الدنيا. بصوا بقى اتلمت ازاي لما عملناها بالمضرب اليدوي كده بالويسك، ضربناها الضربتين التمام، خلاص مية مية. بس تمام قوي كده. هنكب بقى الدقيق ده، نضيف حبة حبة كده ونقلب. بس احنا هنحتاج نحط شويات كده من الدقيق لغاية ما نظبط العجينة بتاعتنا، ان هي تكون عجينة ما بتلزقش وطرية. بس في بقى مكون تاني هقول لكم عليه بعد ما نعجن العجين ده. استنوا ما تطلع، اوعوا تطلع ازعل منكم، واوعوا تطلعوا من الفيديو. اتفرجوا بقى على كل الاعلانات والحاجات دي والحبشتكنات دي، معلش مضطرين. المهم بقى بصوا، نقلب كده لغايه ما نخلص كميه الدقيق اللي هي حطيناها، نزود بقى الباقي. انا حطيت هنا الباقي كله لان انا حاسه طبعا وعارفه ان العجينه دي طريه جامد وهتحتاج شويه. هبدا بقى اشتغل بايديا عشان المس العجينه واحس بالقوام بتاعها. ماشي. ويعني اقرر هاخد قد ايه دقيق، هضيف دقيق تاني مش هضيف، فكده يعني. هنا كنت رايحه جبت حبه دقيق كده حوالي معلقه كبيره، واحط معلقه كبيره واحط واضيف واقلب. يعني ايه، ما نسرعش في حط الدقيق. ماشي. ايوه كده. نفض بس ايدينا ننزلها عشان لما نعجن ما تبقاش التلزيقه ديت ما تخلينا نحس ان العجينه ملزقه وهي مش ملزقه. فننضف ايدينا الاول بشويه دقيق كده. بصوا حس ان هي برضو بصوا ملزقه جامد معايا. هحط شويه دقيق تاني بس لما شويه الدقيق دول يختفوا. ماشي. اهو حطيت رشه بس بسيطه. بس تمام. نلم بقى الدنيا. اهو حطيت حوالي معلقتين كمان، يعني حوالي 3 معالق. طبعا ده مش مقياس، كل واحد حسب نوع الدقيق بتاعه. هبصوا بقى العجينه في ايدي عامله ازاي، تحفه جهنميه. بس بقى كده شايفين لمينا العجينه كده، والبوله بتاعتي بقت تمام نظيفه، مفيهاش يعني بواقي عجين ولا دقيق ولا حاجه. خلاص الم بقى كده العجينه بتاعتي كده لمه حلوه، ونسيبها بقى دلوقتي. وهنضيف بقى مكون. بصوا بقى المكون اللي احنا هنضيفه دلوقتي ده كده قطعه شوكولاته، هقطعها قطع صغيره. طبعا انا كنت عايزه احط شوكليت شيبس، فما لقيتش شوكليت شيبس. فانتوا ممكن تحطوا اي نوع شوكولاته عندكم، تقطعوه قطع كده وتحطوه تمام، ومفيش اي مشكله. شايفين هقطعها قطع كده. بصوا اهو قطع كده، بس تكون يعني ما تخلوهاش زي المبشوره، تبقى باينه، عشان تبقى باينه في الكوكيز، ما تبقاش ضايعه وتسيح لا، حطوا كده القطع باينه، وظبطوا التظبيطات وقطعوا كده وهبدوا ورزعوا كده وخبطوا بالقطف على القطاعه كده. بس شايفين ازاي. هاخد بقى انا البار ده كله. انتوا لو هتحطوا شوكليت شيبس هتحطوا نص كوبايه. طبعا شوكليت شيبس بتتجاب من عند بتاع مستلزمات الحلويات. انا رحت له مرتين ما لقيتش، فانا لازم اخلص نفسي. فهنحط بقى زي ما انتوا شايفين كده اي نوع شوكولاته، شوكولاته مطبخ، شوكولاته اللي هي بنجيبها للولاد ديت كده، اي نوع شوكولاته تقطعوه كده وتحطوه، وهيبقى لذيذ والله لذيذ. بصوا شايفين قطع واضحه، مش زي المبشوره، لا قطع واضحه. بصوا بقى هنا كده كان في حتت كبيره، بقى باكد عليها بس بنزلها. ايوه كده تمام. بس بقى ناخد بقى الشوكولات اللي احنا حطيناها ده، نعتبرها ان هي شوكولات شيبس، ننزلها هنا وندخلها في العجينه. ما نفضلش نعجن جامد، المهم ان احنا ندخلها عشان الشوكولاته ما تسيحش وتبقى العجينه لونها بني واحنا عاملينها ابيض. فهمتوني بقى يا ولاد. بصوا بدخل كده بس الشوكولاته جوه العجينه عشان تبقى القطع في كل حته. بصوا بس مش كتير، ما نعجنش كتير، نحاول ان نخلي الشوكولاته في كل قطعه من
في كل العجينة فيها قطع من الشوكولاتة. هنجيب بقى ورق زبدة، صينية نحطه في صينية، أو نجيب صينية زي دي كده مدهونة عادي. أنا محطتش ورق زبدة زي ما انتوا شايفين، عارفين أنا مش بحب ورق الزبدة. بصوا بقى هشكله كده كور أي كلام في أي كلام. حابين تبططوها بططوها، حابين تعملوا زي كده وهي هتسيح في الفرن براحتكوا خالص. حابينه يكون طري من جوه خالص، تعملوا ايه؟ ما تزودوش، يعني هزودوا معلقتين وجربوا برضو وشوفوا العجين. لو حابين يكون في ندغة كده حلوة ونشف سنة كده، مقرقش سنة بسيطة من بره ومن جوه طري، اعملوا زي ما انا قلت لكم. احنا هنرص العجين هنا في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، بعمله كور اي شكل بقى. بصوا هي المهم كور كده، باخد كده واحاول بصوا اخلي الشوكولاتة تكون باينة من فوق، على اساس لما الكوكيزيهاية بتاعتي تسيح او يعني تفرش في الفرن كده وتفرد، تبقى ايه الشوكليت اللي احنا حطيناها تبقى باينه. تمام. خدوا من اختكم يا ولاد، خدوا واعملوا. المهم بقى اعملوا، لازم تعملوا الكوكيز اللطيف الخطير ده. هنعمل الصينيه دي وندخلها على فرن سخن على درجة حرارة 170 على الرف اللي في النص، لغاية ما تاخدوا اللون اللطيف اللي انتوا شفتوه ده. حابين تغمقوا عن كده تمام، انا ما حبيتش اغمق عن كده، واللون ده كان يعني الوسط. حابين تغمقوا عن كده تمام، مفيش ايتها مشكلة. واحنا بنشكل العجينة كده نعمل ايه؟ نحط اللايكات ونعمل الشراط ونشترك لو لسه ما اشتركنا. مش مستنيين ايه بذمته؟ لازم تشتركوا. سامعين؟ بقول لكم اهو. بصوا عادي بقى، بصوا اي شكل في اللالا حتى، مش بعمل بقى اشكال بقى واظبط بقى واعمل دواير وكلام من ده، لا، زي ما انتوا شايفين كده. تمام تمام تمام. شايفين لازم تسيبوا مسافة بين كل واحدة والتانية، لان هو هيفرد في الفرن زي ما انتوا شفتوا حجمه طبعا، وشفتوه في اول الفيديو مختلف عن هيك وزيك. بصوا بصوا بقى، باخد حتة كده ويلا واحطه وخلاص. شايفين ازاي؟ بحاول اخد كده حتت فيها زي ما انا قلت لكم، قطع فيها شوكولاتة تكون الشوكولاتة واضحة من فوق. بصوا هتحسوا ان اكتر اللي انا عملته كانت الشوكولاتة باينة من فوق. دول عملوا كوباية ونص، دول حوالي 17 او 18 كوكيزهاية. لو هتشتروا كوكيزهاية بالواحدة بيبقى سعرها الاصلي ده غالي يا ولاد، فاحنا نعمله في البيت ونقتصد. هو مش فيش حاجة بتقتصد، بس يعني هنعمله. تمام التمام. شايفين بقى بعد ما طلع هو بيبقى فيه تشققات كده، لو مش حابين تحطوا الشوكولاتة براحتكم، بس يعني دي هي اللي بتخلي شكله كوكيز. خلاص احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة. جربوها، قولولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.